أنا ما زلت منتظر إجابة من وائل على الأسئلة اللي طرحتها. يا وائل، هل دي مصر اللي أنت حلمت بيها؟ هل المواطن اللي اتضرب بالنار وهو في ميكروباص في اسكندرية في تكرار تاني لقصة خالد سعيد اللي حقه لغاية دلوقتي ما جاش، لا هو ولا آلاف الشهداء اللي سقطوا خلال الثورة في كل موجات صدورها؟ هل الدولة اللي انت دعيت لتحريرها ولتغييرها هي اللي بتتضمن الاعتقالات التعسفية وإهدار القانون وكتم الفضائيات والقتل في الشوارع والعنصرية ضد الملتحين والمنقبات؟ هل هي دي الدولة؟ الحقيقة دلوقتي لغاية دلوقتي أنا مش عارف ليه وائل ما طلعش وقال موقفه من اللي بيحصل. وائل، أنا مصمم على إنه في بذرة خير، وعندي أمل كبير وثقة أو يمكن عاطفة، ممكن تكون عاطفة ملهاش قيمة، على إن وائل بيحب مصر، وإن مهما كان خلافه أو حتى كرهه للإخوان أو للتيار الإسلامي، سواء نتيجة ممارسات هو شايف إن هي كانت سيئة وخاطئة، أو نتيجة الشحن اللي حصل ضدهم ونتيجة الصدام اللي حصل، إلا إن ما زلت يمكن مش بدماغي يمكن بقلبي حاسس أو ما زلت مؤمن إن وائل بيحب البلد دي. يا وائل، أنت لو كنت فعلا مطلق، فناس كتير قوي مستنية رأيك في اللي بيحصل. الموضوع تخطى الدكتور مرسي، الموضوع تخطى الشرعية، الموضوع تخطى حتى الانقلاب. الموضوع دلوقتي مستقبل بلد انت حلمت ليها قبل كده، وخليت الشباب ينزل، وخليت الشباب يحلم بالبلد. هل دي البلد اللي انت حلمت بيها؟ انا مستني ردك يا وائل.